الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقنا ولا اعتصامنا الا بالله وما توكلنا ولا اعتمادنا الا على الله الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيدا حمدا كما يحب مولانا تبارك وتعالى ويرضى فسبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا اله معه ولا معبود بحق سواه تفرد في ربوبيته فقال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وتفرد في ألوهيته فقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وتفرد في الحاكمية فقال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وتفرد للقهر فقال وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير
وتفرد بكل صفات الكمال فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا ومعلمنا وقدوتنا محمدا رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه خير نبي أرسله المولى تبارك وتعالى واصطفاه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله تعالى به الأمة، جاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم فاسقه عنا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، وأولنا يوم القيامة حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم وكما آمنا به ولم نره لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله التي لا يسأل غيرها ولا يفيد إلا عليها ولا يرحم إلا أهلها، فإن الواعظين بها كثير ولكن العاملين بها قليل. اتقوا الله فإن دنياكم عما قريب زائلة. اتقوا الله فإنكم عما قريب مقبلون إلى ربكم واقفون بين يديه، مسؤولون عن الصغير والكبير، مسؤولون عن كل ذرة من عمل عملتموها في دنياكم. اتقوا الله واعلموا أن الدنيا دار ممر وأن الآخرة دار مستقر، فخذوا من دار أمركم لدار مستقركم ولا تهلكوا أفكاركم عند من لا تخفى عليه أسراركم. عباد الله، أردت أن أذكر نفسي وإياكم بالله، فإن خير ما ذكر به هو الله، وإن خير ما تذكره وذكره المرء هو الله. أردت أن أذكر نفسي وإياكم بالله وبعظمة الله وبكبرياء الله سبحانه وتعالى، فقلت في نفسي وأي تذكرة بالله أعظم من تذكرة الله بالله، فإن الله سبحانه وتعالى هو خير من ذكر بنفسه وهو خير من دل العباد إليه سبحانه وتعالى. إذا فإن خير تذكرة بالله هي في كلام الله وفي كتاب الله سبحانه وتعالى. فتحت كتاب الله فإذا بنظري يقرأ على بعض آيات ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم، يقول الحق سبحانه وتعالى فيها: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. كتب على نفسه الرحمة: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أولا أسلم ولا تكونن من المشركين.
قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وتذكر فيها كلمة قل أي قل يا محمد لأصحابك ولأمتك وللعالمين قل لمن ما في السماوات والأرض ولا تنتظر منهم إجابة لأن فيهم من يجحد هذه الإجابة ولا يريد أن ينطق بها ولكن قل الإجابة من الله سبحانه وتعالى. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. ولو جلست أنت تتفكر في هذه الآية منذ أن بدأ عقلك في العمل وفي الوحي إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى ما انتهى تفكيرك فيها قل لمن في السماوات والأرض قل لله أي أنا وأنت لمن؟ لله. وقلبي وقلبك لمن؟ لله. وأبي وأبوك لمن؟ لله. وأخي وأخوك وأختي وأختك وأمي وأمك لمن؟ لله. وأرضي وأرضك وداري ودارك لمن؟ لله. ومالي ومالك وسلطاني وسلطانك لمن؟ لله. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. أو آتي أنا مع شدة ضعفي وأصرف ما لله لغير الله أو أدعي شيئا هو لله وأقول بأنه لي أو لغيري أو لفلان من غير الله سبحانه وتعالى كما قالها هارون من قبل إنما أوتيته على علم عندي ويشهد أن المال الذي أوتيه إنما أوتيه من عند الله سبحانه وتعالى. قل لمن في السماوات والأرض قل لله. وتعالى أنا وأنت نجلس في هدوء تام ونتذكر أو نذكر بعضنا بعضا. لو أنك ذات يوم أصبت بلذة برد بفيروس صغير لا يرى بالعين المجردة وهذا الفيروس لا شك أنه لله وهو جندي من جنود الله سبحانه وتعالى كما أن كل شيء يحيط بك إنما هو جندي من جنود الله أن يستطيع أن يمسك بك في أي لحظة إذا ما أمره الله سبحانه وتعالى. أصبت يوما بلذة برد فنمت في سريرك ترتجي من شدة البرد لا تقوى على أن تحرك يدك وربما لا تستطيع أن تنظر لمن يقف أمامك جاء ابنك أو الناس يريد أن يلعب معك كما استطاع يصبون عليك الماء صبا كي تصيب من خطوتك. لو تذكرت في هذه اللحظة وأنت في قمة الضعف من أصغر ميكروب ولد على ظهر الأرض ماذا تقول؟ تفكر في نفسك ساعتها بأنك ما أنت إلا قطعة لحم صغيرة في زاوية من زوايا السرير الذي تنام عليه. فلو تذكرت أن هذا السرير ما هو إلا قطعة خشب في زاوية من زوايا
في زاوية من زوايا الدار التي تسكن فيها، فلو تذكرت أن الدار ما هي إلا قطعة صغيرة من الشارع الذي تسكن فيه، والشارع قطعة من المدينة، والمدينة قطعة من المحافظة، والمحافظة قطعة من الجمهورية، والجمهورية قطعة صغيرة من القارة التي تسكن فيها، والقارة قطعة صغيرة من الكرة الأرضية التي أنت تعيش عليها. إذا فأين أنت من الكرة الأرضية؟ قطعة من قطعة من قطعة، أي أنت في النهاية نقطة في محيط لا ترى بالعين المجردة. ولو أن رجلا يبتعد عنك أمثالا قليلة ما رآك، فكيف لمن يعيش في ناحية أخرى من الكرة الأرضية؟ كيف يرى؟ إذا أنت لا شيء، إذا أنت لست موجودا، إذا أنت لا يعرف طريقك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. أنا في الكرة الأرضية لا تساوي شيئا؟ نعم، وقد تساوي الكرة الأرضية التي أنت لا تساوي فيها شيء. الكرة الأرضية بالنسبة للشمس القريبة منا لا تساوي شيء. يقول العلماء أن الشمس التي تدير لنا الأرض ونستمتع بها ونستفيد منها، هذه الشمس تساوي 1,300,000 مرة قدر حجم الأرض. 1,300,000 مرة قدر حجم الأرض. إذا أين الأرض من الشمس؟ لا شيء، نقطة في محيط. الأرض التي أنت لا تساوي فيها شيء هي أيضا لا تساوي شيئا في الشمس. بل يقال أن الأرض لو تعدت حدودها يوما واقتربت من الشمس ولو شبرا واحدا أكثر مما هي عليه لاحترقت، لأن درجة حرارة الشمس في سطحها 600 درجة مئوية، وفي عمقها أكثر من 1500 درجة مئوية. تنصهر الأرض وتحترق لو اقتربت من الشمس. إذا أنت نقطة في الأرض، والأرض لا تساوي شيئا بالنسبة للشمس، فكم تساوي الشمس؟ الشمس هذه هي ملك الله عز وجل، أو المجموعة الشمسية هي ملك الله عز وجل، لا، بل إن المجموعة الشمسية أو الشمس ما هي إلا مجموعة في مجرة كبيرة. كم تساوي هذه المجرة؟ وهل فيها شموسا أخرى أو شموس أخرى مثل الشمس التي نراها؟ نعم، إن الشمس التي نراها بما حولها من كويكبات وبما حولها من كواكب ما هي إلا شمس واحدة في كم؟ قالوا حوالي 200 مليار مجموعة شمسية. 200 مليار مجموعة شمسية في المجرة. نعم، 200 مليار. وهل الشمس هذه أكبر شمس في هذه الشموس أو أكبر مجموعة؟ قالوا لا، بل أن هناك نجم يسمى بقلب العقرب. هذا النجم يساوي 9 بليون مرة قدر الشمس. 9 بليون مرة قدر الشمس. إذا أين الشمس؟ إذا أين الشمس في المجرة؟ لا أقول في ملك الله، أين الشمس في المجرة؟ لا تساوي شيء. أنت لا تساوي شيء في الأرض، والأرض لا تساوي شيء في الشمس، والشمس بحجمها هذه لا تساوي شيء في مجرتها، والمجرة أيضا لا تساوي شيئا بجوار المجرات التي تحيطها. قالوا أن العلماء اكتشفوا حوالي 500 مليار مجرة أخرى غير المجرة الكتبان التي نعيش فيها. 500 مليار مجرة، والتلسكوب الذي معه بدائي لا يستطيع أن يصل إلى علم الله ولا إلى جزء من علم الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أن يخترق السماوات. إذا كيف هذا هو الملك العظيم؟ لما رفض موسى مع الخضر عليه السلام، وبعد أن تعجب موسى من الأفعال
التي لم يعمل عليها في نهاية لما علمه الفضل عندما تعلمه من الله عز وجل ووقف على البحر فإذا بعصفور يضع منقاره في الماء فيخرج قطرة من ماء. قال يا موسى ما عندي وعلمك وعلم الأولين والآخرين في علم الله عز وجل إلا بمقدار من أخذ هذا العصفور اليوم. هذا ما توصل إلى العلم البسيط الذي لا يساوي شيء. كل هذه المجرات والعوالم التي من حولنا كلها تسبح وتمجد الله عز وجل إلا ابن آدم. يسأل ابن آدم الذي لا يساوي شيء، الذي هو لا يساوي شيئا من مرة في تقديره وتقديره، فكيف في علم الله سبحانه وكيف في ملك الله؟ كل هذا العلم الذي وصل العلماء اليه في سماء الدنيا ما استطعنا ان نخترق السماء، بل نحن ما استطعنا ان نخترق الارض. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فانك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، ومع هذا يا ابن ادم فانك تتكبر على الارض وكانك لا احد يعيش عليها غيرك، تظلم هذا وتظلم هذا وانت ضعيف لا تساوي في الارض شيئا، فكيف تساوي في ملك الله؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء مسيرة 500 عام، وما بين السماء السابعة والكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي والماء فوق الكرسي مسيرة 500 عام، والعرش فوق الكرسي. والله سبحانه وتعالى بعظمته وجلاله مستولى على عرشه بالكيفية التي يعلمها سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من أعماله. إذا فماذا نقول؟ نقول سبحان من له السماوات والأرض فقط. سبحان من له ما في السماوات والأرض، لا نستطيع أن نقول غير هذا، لأننا لا نستطيع أن نصل إلى شيء من علم الله ولا إلى شيء من ملك الله إلا برحمة الله وإلا بتسبيح الله سبحانه وتعالى. إذا فكيف هذا التسبيح؟ هذا العالم الذي نعيش فيه بمجراته وشموسه وكواكبه وذراته وعزه وجنه وبهائمه وحيوانه، كل هذا العالم لا يساوي فيه في السماء الدنيا. وهناك 7 سماوات، وفي كل سماء عالم يعيش فيها من ملك الله لا ندري عنه شيئا، ملائكة لا ندري عددهم إلا الله. يقول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حاكيا عن البيت المعمور يطوف في حوله كل يوم 700,000 سنة. 700,000 سنة يطوفون حول البيت المعمور في كل يوم ولا يأخذون إليه إلى قيام الساعة. فكم عدد الملائكة الذين لم نرهم بصورهم الضخمة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم حاكيا عن جبريل لما جاءه قال فنظرت فوقي فإذا جبريل له 600 جناح يصد الأفق. جبريل بلغ. يقول ابن مسعود أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين سحنة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. هذا ملك الله، وهذا